افريقاي يهدد بتدمير اليمن. اكبر مصيبه، شوف بقول لك انا عندي نصيحه اوجهها للصهاينه. اكبر مصيبه انك تتكلم عن موضوع تدمير اليمن. ليش؟ لانك اقسم بالله اول ما بتخش توصل عند اليمن ما بتعرف، والله ما بتعرف تتعامل مع اليمن، لان اليمنيين نفسهم مش عارفينها. والله ما في احد عارف ايش قاعد يصير في اليمن، والله الا الله سبحانه وتعالى وحده. فانت لما بتجي وتعتقد انك انت بتخش وتدمر وتغير لا لا لا، حاولوا ناس قبلك وجو بريطان، جو مش عارف مين والفرس ولا دخلوا طفشوا يا اخي في ناس دخلوا اليمن وطلعوا طفشوا مو عن شيء، طفش ما يبغى، قال انا ما ابغى اقعد يا اخي. طيب في خيرات في مش عارف، قال ما ابغى اقعد، خلاص السلام عليكم. الدولة الوحيدة في العالم التي لم تعترف بكورونا اصلا، ما عدى كورونا ما دخل الظاهر عندهم. تدمر اليمن، من اكثر المدن العربيه بدون والله جد بدون استهبال، من اكثر المدن العربيه فعليا عندهم اعتماد على الطاقه الشمسيه اليمن. تعرف الكلام ده ولا لا؟ انا اليوم مغرد كتبت تغريده قلت والله يا اخي السيارات الكهربائيه صديقه للبيئه، استفيدوا منها. على الطار يعني هذا فاصل بس. واحد قال لي نعم صديقه للبيئه، بس قال ما بيش كهرباء في صنعاء، خلي الكهرباء تجي بعدين نشحن السيارات. قال صديقه للبيئه، فما مشيت الخط. قال لك افريقائي يقول بدمر اليمن. عموما التصريح سهل، انا انصح افريقائي بانه يراجع مقاطع بن شولوم. يعني شوف انت موضوع بن شولوم تصريحاته حقت سنفعل وسندمر وسنصلخ ومش عارف ايش والكلام هذا، تتاب وتعلم واستوعب. طيب استطيع ان اجتث القوات صالح والحوثي في خلال ايام معدوده، لكن ساجعل في كل هذا كيف اتفاهم معه؟ لا يمكن التفاهم. احشد القوات البريه، حتى طريقه الكلام في المقطع يعني يسوي كذا بيده ويحطه، هذا يدلك انه في مخيلته انها زي الالعاب حق فيديو جيم فعلا، مش طريقه انه واحد يتكلم عسكريا ولا لا بهذه الطريقه انه استطيع وسافعل واستث. المهم خلونا من الموضوع هذا. فتركي آل الشيخ ما اعرف صراحه يعني ايش التصور والفكره اللي عندك في بالك حول استفزاز الناس، بعدين ما انت قدها، ما انت قد الحركه اللي سويتها، ثم بعد ذلك رجعت حذفت التغريده وتروح تحذف حساب وتمسح تغريده وترجع. شكلك بايخ. اي واحد يحاول ان يستفز الناس في موضوع اهل غزه سيتم شتمه والتسفيل به. خذها قاعده مني، اسمع مني، والله الذي لا اله الا هو، حتى الوايت الاجانب الغربيين الذين لا يعرفون كلمه واحده بالعربيه متعاطفين ومتفاعلين. يعني هذه قضيه عالميه تجاوزت موضوع العرب وتجاوزت موضوع المسلمين. انا ما اكلمك في كيفيه ليش انا دافع عن فلسطين، لان انا معتقد عندي، لا انا اكلمك العالم فين القضيه صار خرجتها برا بعيد. لا تحاول تستفز الناس في ذلك. انت بطريقتك واستفزازك للناس انت تقوم بخساره اهداف سياسيه واستراتيجيه كبرى. هذه نصيحه انا قاعد اوجهكم، نصيحه انا اعرف انكم لا تعقلون، بس من باب انه لا هل بلغت اللهم اشهد. بيجي يقول لك بكره تلقى هذا قالوا له الرحل ايش اسمه حمود ما اعرف كيف سحبوا السفينه. واحد يقول لي هم قاعد يسال سؤال هل لديهم يعني عندهم صواريخ وعندهم طيارات وما عندهم واحد يسوق سفينه يا ابن الحلال انت. يقول لي اسال كيف ساقوا السفينه، جنان كيف سحبوها. هذا يقول يا عمر محدثك من صنعاء كيف يمكن الحصول على سياره كهربائيه بالمجان؟ ما فيش بالمجان، هذه ما فيها. انت اول شيء اثبت ان عندك ايش اسمها الكيابل حقت محطات الكهرباء. يا اخي تخيلوا بالله صنعاء تصير اول عاصمه عربيه سيارات كهربائيه في العالم، صديقه للبيئه. والله انجاز خطير هذا. اقوى حمله يعني بكره يطلع كذا يقول لقد خرجنا خطاب اعلامي وقمنا بتقليص الكربون من 60% في الجو الى 20%. هذه احسن من زراعه 40 مليار شجره حقت بن شولوم ما زرع منها شيء. معليش انت ليش زعلان انه في سفينه راحت؟ انت ليش زعلان؟ في سفينه راحت، انت ايش مزعلك؟
الامن المنطقه والامن الاقليمي، والايام الاقليمي والناس قاعده تنتهك اعراضها ودماءها وانفسها وارواحها بالدقيقه. امن اقليمي مو عاجبك؟ مو انا اسباب مو عاجبك؟ شد نفسك وخذ صميلك وانزل. انزل، روح، والله لا ادعمك، اقول لك قدام روح، ما شاء الله انت عندك قدرات، انزل حجم قدراتهم في صنعاء، روح. الان هو قاعد يرسل لك ويرسل للعالم يقول له انا شرطي المنطقه. شئت ما بيت. سنيكو هذا واحد فنان اعتقد اسمه سنيكو يا سنيكو. الرسالة الأخيرة اللي أبغى أقولها الآن نقلا عن بعض المصادر، الأخبار التي خرجت فيما يتعلق بموضوع التبادل والصفقة، بعض الأشخاص من الحكومة الإسرائيلية نفاها، وقالوا أن هذه الأخبار غير صحيحة وغير منطقية، ماشي، ولا يمكننا الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال حتى هذه اللحظة. لكني أبشركم بخير، وأقول لكم هناك ضغط كبير اليوم، العالم قاعد يتكلم انه صار في عملية قرصنة لهذه السفينة. انا سعيد بهذا الامر، لا من حيث انني ادعم القرصنة، لا، احنا نحب السلام واكل الكيوي شو اسمه ده، والبرشومي في شوك، بس تفك الشوك وتاكله، ايه انتبهوا من الشوك. وإنما هذا سيعمل ضغط كبير على المجتمع الدولي، وسيعمل ضغط كبير جدا على الحكومات التي ترصد ويقولون يا صديقي ماذا أصنع؟ أتمنى منك أن تقوم نتنياهو حبيبي بيبي، ترى بأن الوضع زادت الأمور، صاروخ سكتنا، مسيرة قبلنا، الآن تحول الأمر إلى سفن، يرحم أبوك خلصنا. يلي كنت معشم على خسارة أهل غزة وانهيارهم في ساعات وانهيارهم في أيام، ألا تشعر بحسرة؟ ألا تشعر بمرارة وألم؟ وبشرك القادم أنكى لك ولأمثالك وأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. ألقاكم على خير، كونوا حرارا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.